صالح جمعة يقود النادي الأهلي للفوز على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين في أمتع مباريات النادي الأهلي هذا الموسم. النادي الأهلي بدأ اللقاء بطريقة 4-2-3-1. محمد شناوي حراسة المرمى، على يمينه باسم علي وعلى شماله صبري رحيل. سعد سمير ومحمد نجيب اتنين مدافعين، قدامهم حسام غالي وعمرو السولية، على يمينهم ميدو جابر وعلى شمالهم مؤمن زكريا. في القلب أحرف لعيب في مصر وخير من يرتدي قميص رقم 22 بعد أبو تريكة صالح جمعة، تحت مهاجم وحيد عمرو جمال. كان باين من أول دقيقة في المباراة تحرر لاعبي النادي الأهلي من الضغط، كل لاعب بيلعب بأريحية عشان يطلع كل اللي عنده ويثبت حقيقته في التواجد في التشكيلة الأساسية. تفاهم كبير كان موجود ما بين صبري رحيل في الناحية الشمال هنا وصالح جمعة اللي كانوا بيلعبوا مع بعض طوال المباراة، واللي نتج عن كده الهدف اللي أحرزه النادي الأهلي بعد تحرك رائع من صبري رحيل. استلم صالح جمعة وبرؤية أكتر من رائعة لعب لصبري رحيل، وبعدها دخل منطقة الجزاء، وصبري اللي لعب الكورة وشالها من مرة واحدة وهي بتمشي على الأرض، وفكرنا بالعرضيات اللي كان بيلعبها المرحوم محمد عبد الوهاب وسيد معوض وعبد الشافي وأعظم من أنجبت الكرة المصرية بناحية الشمال عشان يحطها صالح جمعة فيرست تايم عشان يحرز أول أهداف النادي الأهلي. بعد الهدف فتح مساحات كابتن مؤمن سليمان المدير الفني نادي سموحة، ادى حرية حركة لباسم علي وخلاها فتح جبهة باسمه في الناحية اليمين. كان باسم علي بيلعب في الناحية دي لوحده، وكان بيضم عليه السيد فريد وياسر إبراهيم، كانوا بيبدلوا مراكز، ما كانش فيه باك ليفت موجود في نادي سموحة. وده اللي كان واضح في أوقات كتير من المباراة، إن ثنائية السولية وحسام غالي من أفشل الثنائيات اللي جت في نص ملعب تاريخ النادي الأهلي. السولية وحسام غالي الاتنين ما بيعرفوش يضغطوا كويس، ما بيعرفوش يسلموا بعض كويس، البوكس تو بوكس ما فيش واحد فيهم بيلعبها احسن من التاني. حسام غالي كبر، حسام غالي ما بيوزعش مجهوده في المباراة، حسام غالي رؤيته للملعب قلت، وده اللي ادى حرية حركة وادى استحواذ في نص الملعب في اغلب اوقات المباراة لاحمد حمص وناصر رمضان، اللي خلاهم يمرروا كتير على النادي الاهلي ويعملوا استحواذ على النادي الاهلي. كانت في المنطقة دي كان احمد حمص وناصر رمضان كانوا الاتنين بينقلوا كور. ولو شفنا الهدف الاول بتاع سموحة كانت الكورة اتلعبت نص الملعب لاسلام محارب اللي ما بيحرزش اهداف غير في النادي الاهلي. تقريبا كل حراس المرمى اللي لعبوا في النادي الاهلي في اخر 3-4 سنين اسلام محارب قدر ان هو يحرز فيهم اهداف، لما كان في الجونة، لما جه سموحة الكورة اتلعبت صدها الشناوي رجعت لاسلام محارب عشان يحطها هدف التعادل لسموحة. بعد الهدف مؤمن زكريا بيحرز هدف بيلخص يعني ايه مؤمن زكريا في الملعب. مؤمن زكريا كلاعب كورة فاهم تحركاته في الملعب، واعي قوي. الدماغ بتاعت مؤمن زكريا دماغ معجونة بكورة، شارب كورة. الهدف منه تمويه، منه حركة من مؤمن زكريا، الدفاع بيرجع يساند لحد اخر الملعب مع مدافعين رباعي الدفاع بتاع النادي الاهلي. وده اللي بيلخص قيمة مؤمن واقتناع جميع مدربي الاهلي بيه، ما عدا هيكتور كوبر اللي في اخر كام معسكر مش بيضم مؤمن زكريا المنتخب وبيطلع بيقول ان انا ما عنديش بدائل، مع ان البدائل موجودة كتير في الدوري المصري بس ما فيش اقتناع بيهم. حتى ضربة الجزاء اللي احتسبها محمود عاشور على النادي الاهلي لسموحة وقدر السيد فريد ان هو يحرز منها الهدف الثاني كانت برضه السبب فيها مؤمن زكريا. يعني حتى ضربات الجزاء اللي بتعملها النادي الاهلي بيعملها مؤمن زكريا. ميدو جابر ما جاش من الفندق، ميدو جابر لحد ما قرر الكابتن حسام بدري ان هو يغيره وينزل مكانه وليد سليمان. المشكلة في ميدو ان هو مقتنع انه ممكن يلعب، انه مش ممكن يلعب ماتش عادي من غير ما يحرز اهداف. اكتر من 6 كور في الشوط الاول ميدو جابر كان يقدر يتصرف فيهم بشكل جماعي، بس الهسس اللي عنده في ان انا لازم احرز هدف اللي داخل دماغه بيخلي الفينش بتاعه سيء بالطريقة دي. عمرو جمال زي ما شفناه كان بيلعب مدافع تالت هنا مع لعيب سموحة، كانوا بيلعبوا على خط واحد في المنطقة دي هنا. كان كل ده بما فيهم عمرو جمال كانوا بيلعبوا مدافعين نادي سموحة بيغطوا على النادي الأهلي وبيقفلوا المساحات. عمرو جمال مش قادر يفهم ان هو ممكن يرجع مهاجم النادي الأهلي الأول بعد الإصابة اللي جات له، من وقتها لسه مرجعش.
ابراهيموفيتش جات له اصابه، قعدوا 10 شهور، دلوقتي بيمشي على رجليه ومن غير عكازات. عمرو جمال بقى له سنه ونص او سنتين راجع من صليبي، ولحد دلوقتي عمرو جمال مرجعش. اي مهاجم جه في النادي الاهلي من وقت رجوع عمرو جمال من الاصابه بيلعب عليه، سواء كان جونيور اجاي، سواء كان سليماني كوليبالي، جون انطوي لما جه كان بيلعب على عمرو جمال، مروان محسن بيلعب على عمرو جمال. الوحيد اللي ما بياخدش ربع الفرصه اللي بياخدها عمرو جمال هو عماد متعب. وحتى يوم ما جات له الفرصه عشان يلعب وكابتن حسام بدري قرر ان هو يدي البدلة، شفنا عماد متعب بيتصاب. فده سوء حظ من ان هو بجانب الحاجات اللي كان بيعملها في نفسه، ان هو بيأثر في التمرين، ما بيروحش التمرين من غير استئذان، ما عندوش عذر عشان خاطر يسيب التمرين. فعمرو جمال لازم يفهم ان هو لو ما قدرش يرجع المهاجم الاول بتاع النادي الاهلي، الجماهير مش هتصبر عليه اكتر من كده. التغييرات بتاعت الكابتن حسام بدري اولها كان وليد سليمان اللي عمل اسيست الهدف الثالث لصالح جمعة. صالح جمعة شفناه بيعدي من ابو جبل في الهدف الثالث، وقدر ان هو يحطها في وسط 3 مدافعين كانوا قفلوا المرمى تماما ومن زاوية صعبة. بس دي القيمة بتاعت صالح جمعة، دي الحرفنة والمهارة بتاعت صالح جمعة. التغيير التاني بتاع كابتن حسام بدري، شفنا اكرم توفيق نزل مكان حسام غالي. بعد ما نزل اكرم توفيق شفنا حرية الحركة اللي خدها، والنادي الاهلي رجع امتلك نص الملعب تاني بوجود 3 لعيبة شباب، عمرو السولية واكرم وصالح جمعة. اللي كان صالح من اهم مميزاته في المباراة دي انه كان بيرجع مع لعيبة نص الملعب علشان يغطي. كان في كرة في الدقيقة 58 دورت عليها عشان اجيبها واوريها لحضراتكم في الحلقة دي بس معرفتش للاسف. صالح جمعة كان في هجمة مرتدة على النادي الاهلي، صالح كان موجود في منطقة ال18 هنا بتاعت النادي الاهلي، رجع لحد ما وصل هو اللي قطع الكورة ونهى هجمة خطيرة لنادي سموحة. فمن أهم مميزات صالح في المباراة دي رجوعه والمساعدة مع المدافعين سعد سمير ومحمد نجيب. التغييرة التالتة اللي كانت اضطرارية، باسم علي بعد ما عمل واحدة من أروع المباريات اللي عملها باسم علي في ال3 4 ماتشات اللي لعبهم، رجع اتصاب تاني عشان خاطر الحظ يلعب لعبته معاه والقدر يقرر ان هو يبعد تاني عن النادي الاهلي. حتى ال3 مباريات اللي كانوا فاضلين بعد حسم النادي الاهلي للدوري بيتغير وبينزل مكانه رامي ربيعة عشان يلعب باك رايت، وبيحرز الهدف الرابع للنادي الاهلي علشان تخلص واحدة من اروع مباريات النادي الاهلي هذا الموسم. وبيتأكد ان النادي الاهلي عنده فرقتين، فرقة اساسية وفرقة البودلة، الاتنين جاهزين في اي وقت. عندنا مباراة الوداد بره، المكسب فيها هيخليك تضمن بنسبة كبيرة تأهل لدور ال8 في دوري أبطال أفريقيا. أشوفكم في حلقة جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.